مرحبا بكم يا أحلى ناس. هاي الحلقة الذين لديهم دراسة أو أي عمل آخر، لكن هذا التليفون كل شوية يبوق من عندهم تركيزهم. قعدت الصبح أنت يا حلوة، أنت يا حلو، لزمت الكتاب، حاب إنه تقرأ لك حرف كلمة كلمتين حتى تنجح بهاي الحياة، وإذا تمسك وتريد تقرأ ولا شعوريا مثل المنوم مغناطيسيا إيدك تروح على التليفون، بس أتشيك التليجرام، بس أشوف الانستغرام جاني مسج لو لا، وتفتحه وحتى تشيك وتغرق في عالم من السوشيال ميديا. اذا حالك حال ملايين تعال اقعد هنا. طالبنا المسكين يبدي اليوم ما راح الزم التليفون، اليوم راح اقرا، اليوم اخذت قرار انه راح ادرس، اليوم راح اقرا، اليوم ما راح الزم التليفون. وبس المسكين يفتح الكتاب ماكو نطيط 3 دقائق بالضبط، ايده كانه جزء من زومبي تروح من وحدها الى التليفون. لا، وقعدت انت ثاني يوم وشفت نفسك انه فكره اتخاذ القرار فشلت جدا ورحت لزمت التليفون 16 ساعه باليوم، فقررت اليوم تاخذ اجراء اكثر تعسفي، انه تحلف ما راح تلزم التليفون اثناء الدراسه والامتحانات. يا رب ان شاء الله يصير بي سرطان، عدت تخوف نفسك. اذا لزمت التليفون وفعلا تلزم الكتاب بعد صار بها سرطان وانت حلفت وما مخلي احد ما منزله من السماء ومن جو القاع حتى تقرا، بديت تقرا. هذا الموضوع مهم، خلي اخذ له صوره حتى